المكن اللي بشاشه، المكن اللي بشاشه هتدوس شباك نجمه سي نجمه، هتدخل على البرامج بتاعته. في مكن بقى اللي هو المكن القديم ال 55 20 وال 53 20 بس هتدخل على البرامج ازاي؟ شباك انتربت سي انتربت. بس المكنه كده هوريها لك. هتدخل برضو على نفس البرامج دي. في بقى كام برنامج بقى انت هنا هتتعامل معاهم دول، يعني زي اللي بانا كده. مثلا البرنامج اللي هو 14 ده، البرنامج دوت اللي بيلغي العطل بتاع السخان، شبه السلمستر بتاع الريكو لما بيدي مشكله مثلا 541. انت لازم 107 وواقف المكنه شغاله. ايوه ده كده شبهه. البرنامج ده اللي هو 14. تمام. ماشي. عطل السخان 14 تصوير. 14 في موديلات هتدوس تصوير، في اللي ما فيهاش شاشه. اللي فيها شاشه هتدوس اكسكيوت وتدوس يس. هوريها لك تاني لما ندخل دلوقتي. ولو ثبتت على المنظر ده وهي بتفتح تعرف ان الاس دي هي اللي فيها مشكله. هي السوفت وير بتاعها او الفيرم وير بتاعها بيبقى على اس دي صغيره كده شبه الرجول دي ابو 4 رجول. لا لا لا, لا مش باربع رجول، لا شبه الشبايه. ماشي هدول ماشي هدول. انا اخد لك كرسي هدول. ده انا يا اخي ده انت بعيد ده. لا غش عندك الكويشن. انا اخدت هنا شفرات. ماشي. وانس عامل عارف انا اخدت هنا شفرات. لو ادت اعطال السخان انت هتعمل ايه؟ 14 بنقول 14 هو حتى مكتوب عليها فيوزر ترابل كانسليشن 14. خلاص تمام. ماشي. هتدوس عليه تروح جاي دايس اكسكيوت ودايس يس. ما كده ده التصوير. لا مفيش تصوير بقى، ما هو ده التصوير. اكسكيوت ويز دي التصوير بتاعك. خلاص. وتروح جاي دايس بعديها ايه؟ كانسل اول. تمام. الاصفر ده. قدام انا كنت لازم افتح السخان الاول قبل ما اعمل برنامج 14 نضيف السيرموستات. المفروض بقى ان انت تنضف السيرموستات، بس انت لو عايز تعملها مع حد مثلا بالتليفون سريعا وانت هتروح له اديتك عطل السخان، انت تروح جاي عطله كام يا باشمهندس؟ عطله كام السخان؟ بص بقى الشرب الاعطال بتتقسم فيها ازاي بقى. انا هقول لك. ممكن تلاقي حاجه اسمها ال تبدا بحرف ال ده اختصار لود ده يعني ايه بقى؟ تقل بقى. هيديك مثلا ال 10 ال 11 ال 12 ال 13. يبقى مثلا انا مش حافظ بالظبط، بس مثلا ال 10 مثلا ممكن يبقى تقل في مجموعه الخروج. ال 2 مثلا ده ممكن يبقى تقل في الاسكانر. ال 4 مثلا تقل في الموتور الرئيسي يعني سخان اتش ار. فال اختصار ال ده يعني تقل، يعني في موتور مش قادر يلف الحاجه اللي بيلفها. خلاص ده عطل ال. طيب العطل اللي بعديه عطل اتش اختصار هيتر. الهيتر ده السخان. هتلاقي مثلا اداك اتش 2 اتش 3 اتش 4 اي اتشات تعرف ان هي من السخان. فانت لو جالك عطل اتش وانت فتحت مثلا ونظفت السخان وعملت كل الكلام ده، لازم تروح جاي برضه انت داخل مرستر بالبرنامج اللي هو شباك نجمه سي نجمه. أيوة. اخش على 14 14. خلاص. طيب في برنامج تاني في اعطال تانية هتلاقيها معاك برضو اختصارها الاف ده ليه علاقه بمسار الحبر والديفولبر. له علاقه زي اف بمسار 42 اف 240 زي اف مثلا 42 زي اف 14 اي افات. الاف ليها علاقه بالحبر والديفولبر. ماشي. كان في العطل اللي انت قلت لي عليه اللي هو لو ما فيش ديفولبر في التانك اف 2 اف 42 اف 42 ده مثلا يعني ايه؟ اف 42 ده مثلا يعني الديفولبر في التانك خلاص قل. في مثلا هتلاقي اف 202 وفي مثلا اف 204. اف 202 دي مثلا يعني ممكن تبقى العلبه اللي الشبايه بتاعتها مش شغاله مع المكنه. اف 204 دي مثلا العلبه بتنزل بس ما بتنزلش بالمقدار الكافي اللي المفروض تنزله في التانك. فالافات دي تعرف ان هي الافات دي حبر ديفولبر اتشات السخان. في 204 دي اللي هي قلب الحبر مش بتنزل كويس. واحده كده واحده كده انا بفتكر مش فاكر بالظبط يعني بس هو خلاص. عندك برضو برنامج تاني ممكن حاجات تانية تظهر معاك ممكن يظهر معاك اعطال يو 2 مثلا 06 يو 2 04. اليوهات دي ليها علاقه بايه؟ ممكن تبقى الشبايه مثلا مش ملمسه كويس في بيت الحبر. يعني مثلا انت لو طلعت العلبه الشبايه بتاعت الحبر دي ممكن ما تبقاش ملمسه كويس في البيت بتاعها جوه. تديك يوهات برضو يو 2 تقريبا يو 2 حاجه. اليو برضو هي
ليها برنامج تعرف تعمل لها منه ريسيت، اللي هو برنامج 16 اهو. يو. اليو اهي برنامج 16 تمام. ده اللي احنا بنعمله. وفي واحد برضه، بس احنا دايما 16 هي اللي بتشيل المشاكل. يعني احنا دايما اللي بيظهر لنا ايرور بتاع يو 2 مش يو 1، يو 2 حاجه. تمام. فانت يعني دايما تعمل يعني 16 و14 دي البرامج معاك اللي ممكن تشيل اعطال من غير ما تخش في دوشه كتير. 14 دي مثلا بتاعت السخان، و16 دي بتاعت اليو. لو يو في يو بتاع ميعاد شبات ظهر، الحبر. اليو بتاعت شبايه الحبر، اليو بتاعت لو تانك الديفولبر مش راكب كويس في المجموعة في في, البي في بتاعه البيت بتاعه جوه. ورا ممكن يديك يو برضه على فكره. ماشي. تمام. طيب ايه برامج تاني انت ممكن تستخدمها؟ مثلا في برنامج 5. برنامج 5 ده ان انت بتشوف منه اللمط. يعني مثلا 5-3 مثلا ده برنامج اللمبه. بس يعني لمبة ايه بقى؟ ايه لمبة؟ اللمبه اللي لمبة السكانر؟ تصور حاجه. اه هي اسمها كوبي لامب تشيك. يعني انت لو جيت تبص عليها ودوست على دي ودوست اكسكيوت هتلاقيها منوره. كده تمام طفيتها هتطفي شغال. عشان تشيك عليها. برنامج 5. اه خلاص. ده مثلا رقم 2 هيتر لامب لود سيت اب. يعني انت لو دوست عليها وفتحت هو في لمبتين في السخان، واحده اهي وواحده اهي، تمام. وتدوس اكسكيوت. انت لو فتحت دلوقتي هتلاقي لمبه السخان منوره المفروض. مش هتشوفها مش لازم هتشوفها، تفتح لازم الظهر تفتح عشان تشوفها، الظهر. يبقى هو الضغطين. طيب في برنامج ايه تاني؟ اه بص بقى، برنامج 10 ده برنامج مهم جدا جدا جدا. برنامج 10 ده بيعمل بتاع ايه تاني؟ الحبر، تزويد الحبر. برنامج 10 ده اللي هو شبه فورس تونر في في الريكو. الريكو. ده بيعمل ايه بقى البرنامج ده؟ ان انت لما بتدوس عليه خلاص وتشغله بينزل حبر في التانك. افرض انت عايز تقل الصوره شويه، صورة خفيفة مثلا. الصوره خفيفه عايز تقلها سنه، برنامج 10 ده اللي تقل منه الصوره. في بعض الموديلات القديمه، الموديلات القديمه انت عادي ممكن تزود حبر، انت ممكن تزود حبر عادي والشبايه راكبه. بس في الموديلات الجديده البرنامج ده ما بيرضاش يشتغل غير وعلبه الحبر متشاله. يعني الموديلات دي اشيل علبة الحبر بعد كده. تشيل علبه حبر. طب افرض انت بقى عايز تنزل اصلا حبر، يعني افرض انت عايز تنزل حبر عشان تظبط القرايات مثلا، بالظبط. تعمل ايه بقى؟ تشيل الشبايه، المكنه هتبقى حاسه ان مفيش علبه حبر راكبه. احنا لو شلنا الشبايه، يعني هي بص كاتبه لك فوق ايه؟ تشيك تونر. التشيك تونر عشان علبه الحبر راكبه. افرض انت عايز تنزل حبر فعلا في التانك وتعمل برنامج 10 ده خلاص ومزنوق، بدل ما تنزل بقى عند العميل تفتح بقى وتنزل انت حبر بايدك وتروح جاي فاتح التانك وحاطط حبر في شيل التانك، الشباية عامل كام بقى؟ وراكب علبة حبر. تشيل الشبايه وركب علبه الحبر وتعمل برنامج 10، هتلاقيها هي نزلت حبر عادي جدا طيب. في التانك. وبعد كده بعد ما تخلص تروح جاي فاتح تاني ومركب الشبايه بتاعتك. تمام. ماشي. يبقى برنامج 10 ده مهم، ده بتاع التونر. طيب ينفع اكتب كده من غير منزل ينفع اكتب مثلا كود برنامج 10 مثلا. 10 دوس 10 وتصوير اهو، هدخلك عليه اهو. تمام. تختاره وسكيوت وتصوير. بس هي بص هنا مش تقدر تشتغل عشان علبة الحبر موجودة جوه عشان تشيك الشباية. تونر دي، فاهم؟ مش كل موديلات الجديد بس. الجديد بس، القديم عادي. طيب البرنامج بقى اللي انت هتستخدمه برضو كتير قوي، انت لما تركب طقم صوره الشرب ما بتثبتش سحبها للديفولبر العلاقه ما بين الديفولبر والحبر والنسبه دي ما بتثبتش غير لما تركب طقم صوره. لازم تعمل لها انيشيال للديفولبر. تعمله من برنامج كام بقى؟ 25/2. يبقى انت اول ما تركب ديفولبر تروح جاي حاطط برنامج 25/2 وانت مغمض تلبي ديفولت. تقليب الديفولبر والحبر وان المكنه بتظبط قراياتها. النسبة بتاعتها اللي بتقدر برنامج 25 اهو، هو حتى اسمه اوتو ديفولبر ادجستمنت، هو بيظبط نفسه لوحده. 25 اهو 2 اهو اوتوماتيك ديفولبر ادجستمنت. بص هو بيديك رقم، الرقم ده مثلا ثابت على كام؟ 138. انا 138. انت لو دوست مثلا اكسكيوت اهو انت كده هتشغلها. هتلاقيها بص هي عماله تعمل ايه؟ عماله تغير الأرقام. في الارقام دي ما بين 131 و132 و138. الفكره في ايه بقى؟ انت كل لما القرايه تنزل كل لما تبقى المكنه فيها حبر اكتر. بمعنى ايه؟ انت مثلا ال 133 دي بقت 120، معنى كده ان الحبر بينزل في التانك أكتر.
ايوه، يعني كل ما القرايه تنزل كل ما الصوره هتتقل، كل ما القرايه تعلى كل ما الصوره هتخف. بالك في القصه دي عشان انت برضه متلخبط فيها زي الكيوسيرا، هي نفس الكيوسيرا بالملي. فهمتها دي خلاص، قديمه دي. يعني لما القرايه تعلى يبقى الصوره خفيفه، لما القرايه تنزل القرايه الصورة تنزل يعني الحبر قليل في التانك. طيب اللي احنا الارقام اللي احنا بنشتغل بيها وبتبقى كويسه لما نعمل اديشن عشان لما تحط طقم الحبر تبقى ماشي مطمن، بتبقى مثلا 90 ل من 120. لا 90 ده يعتبر كمان عامل قليل. حبر بالاول. 90 ده احنا عملناه عشان الديفولبر ضعيف، لكن المفروض لما تركب طقم صوره القرايه كويسه بتبقى من كام مثلا؟ بتبقى مثلا من 110 ل 120 ل 130 في الحته دي. انت لو انت ركبت طقم الصوره والصوره عندك طلعت كويسه والقرايه بعد ما عملت الانيشيال ثبتت ما بين 110 ل 100 مثلا 30، انت كده شغال كويس. طب انت ركبت طقم الصوره ولقيت الدنيا عندك لسه انت حاسس ان الديفولبر مثلا ممكن مش كويس او مرطب او في اي مشكله وعايز ان انت تزود سن الحبر، تعمل ايه بقى؟ تروح جاي عامل برنامج 10 اللي انا كنت بقول لك عليه ده، من 10 الحبر تنزل شويه، ايوه تنزل شويه حبر في التانك وبعد كده ترجع تعمل انيشيال. مش الفولفر. انيشيال ديفولبر ليه؟ عشان قرايه الديفولبر تثبت ان 25 2. اللي هو 25 2 عشان قرايه الديفولبر تثبت ان لا اسحبي لي حبر اكتر عشان الديفولبر ضعيف. لكن انت لو زودت شويه ديفولبر بايد يعني زودت حبر الصوره هتتقل هتبقى زي الفل ومشيت، المكنه مش هتفضل تسحب نفس نسبه الحبر دي. مجرد ما الحبر يخلص المكنه هترجع لقرايتها القديمه عادي والصوره تبدا. فانت عشان تثبتها على كده لازم تعمل لها انيشيال للديفولبر. ماشي. تمام. طب لو انت عايز من غير ما تعمل، لو عايز بس مجرد ان انت تبص على قرايات التانك مش عايز تلعب فيه، عايز تشوف التانك عامل كام، بالمناسبه لما تعمل برنامج 25 2 دي لازم لما تعمل اكسكيوت تفضل المكنه شغاله شغاله، مالكش دعوه بيها، ما تقفلهاش ولا تعمل فيها اي حاجه لغايه ما اسمه ايه ده، تقف. لغايه ما تقف هي لوحدها هتدي كومبليت. خالص. ايه تدي كومبليت. هتقف، المكنه دوران المكنه هيقف وهتكتب رقم في الاخر هيبقى الرقم خلاص اللي سبب. حبر الشرب فيه نسبة ديفولفر ولا مش زي الكوسير؟ هي في مشكله دي يا يوسف. انا محمد انا بيبقى في المكنه سلام عليكم. وبيبقى متالف في ثلاث على فكرة في ناس ما تعرفش أصلا إن هنا بيبقى فيه علم. لا انا